السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. إن شاء الله في البلاي ليست دي هنتكلم عن الاي بي اي وإزاي بنستخدم الاي بي اي في فلاتر وإزاي بنعمل الريكوست بتاعنا وكمان إزاي بنهندل الإكسبشن لو حصل أي مشكلة وإزاي بنتعامل مع الجيسون وبنستقبل الريسبونس بتاعنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قبل ما نتكلم عن الاي بي اي في مثال حاجه كده عايزين ندردش مع بعض فيها وهي هتفهمك يعني ايه اي بي اي والاي بي اي دوت بيمثل ايه في الواقع بتاعنا. تعال نبص على المثال ده. دلوقتي انت بص على الجزء اللي تحت. انا عندي يوزر زي مثلا انت دخلت مطعم، جالك الجرسون او الويتر، قلت له انت قلت له على الطلب بتاعك. هو خد الطلب بتاعك دوت وراح على المطبخ، بلغ الشيف هناك. الشيف آه، جهز الطلب بتاعك، ادالك جرسون، الجرسون جايب لك ايه الطلب بتاعك. احنا عندنا الاي بي اي نفس الكلام كده بالظبط. دور الاي بي اي هو زي دور الجرسون كده بالظبط. يعني انا عندي لو بصيت في الرسمه اللي فوق هتلاقي عندك الاي بي اي نفس الوضع، بياخد منك الطلب بتاعك اللي هو عندنا الطلب بقى اسمه ريكويست. يبقى انت كده احفظ كده معايا او سجل الحاجات دي معاك. يبقى انت عندك لما تيجي تعمل طلب اسمه ريكويست، ولما الطلب يرجع لي برد اسمه ريسبونس. يبقى انا لما اطلب حاجه هعملها بريكويست، عشان لما اقول لك ريكويست يعني انا كده هنعمل طلب هنطلب حاجه. اما يجينا رد من السيرفر يبقى هو كده الاي بي اي جاب لنا الريسبونس بتاعنا. هو نفس الواقع بالظبط زي مثال المطعم ده بالظبط. الاي بي اي زي الويتر كده، زي الجرسون، بياخد منك الطلبات ويوديها للسيرفر، والسيرفر يحضرها يديها للاي بي اي. الاي بي اي يجيب لك الريسبونس بتاعك ويعرضه لك في الابلكيشن بتاعك. ازاي بقى بتهندل الكلام ده كله وازاي بنعمله؟ ده كله سهل، انت بس افهم الكونسيبت الاول. انت بس خد يعني فكره ان عامه ان الاي بي اي عندي زي الجرسون دوت وسيط، بياخد الطلبات يديها للباك اند للسيرفر، السيرفر يحضرها يديها للاي بي اي، الاي بي اي يجيبها لي واعرضها في الابلكيشن بتاعي. تمام. تمام. تعال بقى نخش على ايه يعني ايه اي بي اي. اي بي اي معناها ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. عندنا سؤال مهم جدا قبل ما نتكلم عن الاي بي اي. عندنا مصطلح اسمه الجيسون. يعني ايه هو الجيسون؟ قبل ما نتكلم عن الجيسون، الجيسون دوت مش لغة مبدئيا. آه، الجيسون دي طريقة تخزين البيانات بشكل معين تفهمه كل اللغات. يعني ايه طريقة تخزين البيانات بشكل معين تفهمه كل اللغات؟ احنا عندنا كل اللغات بتفهم الماب والليست. يعني اي لغة في موجودة دارت، جافا سكريبت، آه، كوتلين، سويفت، اي لغة بتفهم الاي بي اي، بتفهم يعني ايه ماب ويعني ايه ليست. ادي عندي شكل الماب وادي عندي شكل الليست. تمام. فهم قال لك احنا نخزن البيانات اللي نخزن البيانات دي بالطريقه دي، نخزنها جوه ماب او ليست جوه فايل اسمه الجيسون. تمام. هم اتفقوا كده انهم يخزنوا البيانات جوه فايل الجيسون ده. الجيسون ده اسم خلاص، احنا عرفنا ان الجيسون هو عباره عن فايل بيكون عباره جواه ماب او ليست شايله الداتا بتاعتي. تمام. تمام. عندنا سؤال تاني عايزين نعرف ازاي الداتا دي بتنتقل، يعني ازاي الداتا بتنتقل. وهنا يجي دور الاي بي اي زي ما قلنا كده بالظبط. الداتا بتاعتي بتنتقل ازاي؟ بتيجي من السيرفر ليا، او انا ببعت الداتا توصل للسيرفر ازاي؟ من الاي بي اي. الاي بي اي بياخد مني ويدي السيرفر وبيجيب من السيرفر ويديني. تمام. تمام. يبقى احنا هنا قلنا الاي بي اي ما هو الا وسيط ما بينك وما بين السيرفر. تمام. تمام. هنا مثلا عندي مصطلح كمان عايزين نعرفه برضو. لما اليوزر بيعمل طلب، اللي يبقى يبقى الطلب ده ويروح بيه على السيرفر، ده اسمه الكول فلو. لو والطلب رايح والطلب بتاعنا رايح،
اسمه كول فلو. طب وهو راجع اسمه داتا فلو. يبقى احنا كده عرفنا برضو مصطلحين كمان هم تخليهم معاك: الكول فلو والداتا فلو. الكول فلو ده اول ما اليوزر يضغط على الطلب ويوصل الباك اند او السيرفر ده اسمه كول فلو. لما الطلب يطلع من السيرفر ويوصل اليوزر ده اسمه داتا فلو. تعالوا نتعرف على انواع الريكوستس في الاي بي اي. انواع الطلبات في الاي بي اي. احنا عندنا طلبات كتير جدا، يعني عندنا حاجات كتير جدا في الاي بي اي، بس المشهور منهم هم اربعه بس. رقم واحد الجيت، رقم اتنين البوست، رقم ثلاثة الباتش، رقم أربعة الديليت. الجيت وهي معناها إني بطلب داتا معينة. الجيت هي معناها إني بطلب داتا معينة من من السيرفر. تمام. البوست هو إني ببعت داتا. البوست هي معناها إن أنا ببعت داتا. تمام، يعني أنا بستخدم البوست عشان لما أجي أقول لك هنعمل جيت، يبقى إحنا كده هنطلب داتا من السيرفر. طب بمعنى اقول لك هنستخدم بوست، انت عارف كده اوتوماتيك ان هي ببعت داتا. طب هاجي اقول لك باتش هي زيها زي البوست ولكن ببعت فيها الداتا عشان تتعدل. تمام. الديليت واضح من اسمها بمسح داتا معينه. تعالوا نتعرف على مكونات الاي بي اي. الاي بي اي بتاعي ده بيتكون من ايه؟ عندي اول حاجه البيز يو ار ال. البيز يو ار ال هو ثابت ما بيتغيرش، زي مثلا ال HTTP، لينكد ان دوت كوم، جوجل دوت كوم، يوتيوب دوت كوم. ده ثابت، ده اسمه البيز يو ار ال ما بيتغيرش. التاني حاجه عندي هي الاند بوينت. الاند بوينت دي الحاجه اللي انا بهندلها. لو في اليوتيوب مثلا على المشتركين، مثلا تخش مثلا على السجل، فاهمني؟ اي حاجه بعد الدوت كوم بعديها دي بيكون اسمها الاند بوينت بتاعتك، وديت اللي انت بتهندلها الحاجه اللي انت عاوز تدخل عليها، وده هنشوف ده كله بامثله عمليه. تالت حاجه عندي هي الهيدرز، دي انا ببعتها مع الريكوست لان الشخص الباك اند محتاجها عشان يعمل حاجه معينه. زي ايه مثلا؟ زي عندي مثلا اللغه ممكن ابعت له ان الاكسبت لانجوج بتاعتي عربي او انجليزي، فاهمني؟ ببعتها مع الريكوست. عندي رابع حاجه عندي البادي وفيها ببعت الداتا اللي الباك اند هيتعامل معاها، زي النيم والايميل والباسورد. خامس حاجه عندي هي الكويري بارامتر. الكويري بارامتر ديت ودي حاجه ببعتها في اليو ار ال نفسه. تمام. زي مثلا ايه؟ زي الاي دي مثلا. تمام. هنشوف الكلام ده كله عملي، بس انت اعرف ان الاي بي اي بيتكون عندي من البيز يو ار ال، من الاند بوينت، من الهيدرز، من البادي، من الكويري بارامتر. تمام. تمام. كده احنا خلصنا الكول فلو. تمام. نخش بقى على الداتا فلو. الداتا فلو هو راجع، هو الريسبونس بتاعي بيكون شايل ايه؟ الداتا فلو عندي بيكون شايل الستاتس كود وشايل الجيسون بتاعي او الاكس ام ال. احنا عندنا الداتا بترجع في هيئه جيسون او اكس ام ال، بس اكتر حاجه مستخدمه حاليا هي الجيسون. تمام. تمام. الجيسون واحنا عرفنا بيرجع على هيئه ماب او ليست، وهنعرف ازاي بعد كده بنهندل او ازاي بنستقبل الجيسون بتاعنا. تعال نخش على الستاتس كود. ايه هي الستاتس كود ديت؟ الستاتس كود بتاعتي ده عباره عن رقم انتجر بيعرفني حاله الريكوست بتاعي. بيرجع بيرجع لي ارقام معينه بتعرفني، بعرف من خلالها ان الريكوست بتاعي تم بشكل سليم او حصل فيه مشكله، زي ما هو واضح في الشاشه قدام حضرتك. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله في باقي الفيديوهات هنتعرف إزاي نتعامل مع ال API، وإزاي نهندل الإكسبشن، وإزاي نستقبل الريسبونس بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.